ثانيه، يعني حنا جينا مع واحد الجيران اللي هما خطيرين بزاف. اما من الناحيه العسكري فالحمد لله اللي كاين العسكر اللي كيقنعوا محتلينه. اما من الناحيه حنا الحمد لله حنا راه بخير وعلى خير ودائما في التقدم. والانسان اللي ما عندوش الحساد دائما كيكون فاشل. حنا بالعكس حنا عندنا الحساد، حنا ناجحين. والانسان والشجره المثمره يقذفها الناس بالحجاره. يعني دائما حنا ماشي في التقدم، وهما دائما تابعيننا، ودائما بديك التبع ديالهم دائما كيبقاو في الزيرو. حنا الحمد لله ماشي لا في الكره ولا في جميع المجالات، في الثقافه، في السياسه، في الرياضه، في الفلاحه. يعني المغرب الحمد لله متقدم. حتى كنشوفوا اليوم حسين عموته وصل المربع الذهبي مع هادشي كيقول الاردن. يعني هذاك الفريق عمره ما وصل للمستوى هذا حتى وصل مع المنتخب مع المدرب المغربي. يعني هذه الحمله بالنظام العسكري يعني يعني حاسه في المغرب هذاك حاسه في المغرب، وهذاك واحد كنقولوا حنا بحال واحد الابره باكونه ضرباتها في اش كيقولوا لها ديك الجيش ديالهم ضربها في الشعب. فالشعب تاثر بشي كثير وما عمره زاد لقدام. لان مادام انت ملهي بواحد الانسان دائما بدا الانسان فاشل. لان الانسان اللي كيكون من النجاح دائما كيكون الناس تابعينه. والمغرب بالعكس، المغرب الحمد لله ناجح. اليوم كيتعتبر واحد من اوروبا، يعني في التقدم ولا في الاطارات ولا في جميع المجالات. المغرب اليوم رقم واحد. هي افريقيا كامله كتعترف به وكامله الحمد لله كتأيدو. وكامل حتى نشوف من ناحيه السياحه. من ناحيه السياحه راه السواح كاملين كيجيو للمغرب. لان علاش؟ لان المغرب تعتبر بحال دوله فرع من فروع اوروبا. المغرب الحمد لله ماشي مزيان بخير وعلى خير. اما من ناحيه الرياضه فاحنا الحمد لله عندنا الرياضه. حنا كنبقاو دائما كنبقاو الرابعين في العالم مهما كان. يعني مهما كان حنا الرابعين في العالم، وحنا عندنا واحد التقدم عندهم بزاف. انت مع البقيع او راح يولد الكريم؟ الكراكي يبقى احسن. لان الحمد لله ماشي واحد العالم هذه نهايه العالم. فشلنا واحد المره نجحوا مره اخرى. وحنا الحمد لله لحد الان معروضين بسبب اللعبه الاليه. يعني اول منتخب كيتعرض مع امريكا ومع البرازيل يعني هذا الشيء راه كيشرف البلد كيشرف المغرب. والحمد لله حنا ماشيين بخير وعلى خير. القافله تسير لا نكملوا عليها.